أنا علي من الشرقية. علي، أهلا السلام وسهلا. عليكم. السلام وعليكم السلام. عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. ازيك يا فندم؟ يا أهلا وسهلا. والله يا فندم انا كنت بحب بس اشكر قناة الجزيرة وكنت عايز بس اوصل المعاناة اللي انا مريت بها امبارح. انا اتفضل. من وجود شارع حضرتك يا فندم النور ما بيجيش خالص فيها، حتى انا امبارح حاولت اطلع شراب نفس لون الطقم مش لقيت خالص. يعني احنا مش عارفين ايه اللي بيحصل لنا بالظبط ولا البلد رايحة فين. فين بالظبط في لدرجة الشرقية؟ لدرجة لدرجة يا فندم اللي انا مشيت فردة وفردة لا مش كانت موجودة. مم. فانا ما اعرفش يا فندم، انتوا لازم تشوفوا حل لما كان الشعب يمشي من غير شرابات. تمام، يعني أنت شايف إن مشكلة الكهرباء بتأثر على الشرابات بتاعتك يعني. يا فندم انا بقول لك مشيت بفردة امبارح وفردة لا. ازاي يبقى مش تتأثر؟ تمام. وبعدين يا فندم يعني لازم نشوف حل في الموضوع ده كده خلاص. كده مصر بتضيع. انها مصر توصل للشرابات يبقى كده مصر طب أنا مش بتضيع. عارف أنت يعني بتهزر ولا لأ، بس هو يعني أنت والله بكلمك بتأكد جد. بتأكد انا على والله موضوع بكلمك جد. انقطاع التيار الكهربائي. هو أثر عليك انا شخصيا إنك ماشي بشراب فردة وفردة. يا فندم والله انا بكلمك جد، بهزر ايه؟ تمام. انا بكلمك جد والله ابو طيب، كبير، ما في الكهرباء شكرا ما يا بتجيش أستاذ فيها علي، خالص. شكرا أستاذ علي من الشرقية. انقطاع الكهرباء يؤثر عليه بشكل كما أوضحه طبعا.